ومصادر الالتزام في القانون المدني 5. أولها العقد، والعقد هو أهم مصدر من مصادر الالتزام، لأنه بيكون عبارة عن توافق إرادتين أو التزام من جانبين، بيلتزم كل طرف بحاجة معينة. يعني زي مثلا عقد البيع، ففي عقد البيع بيكون البائع ملتزم بتسليم المبيع، وبيكون المشتري ملتزم بدفع الثمن. أو في عقد الإيجار بيكون المؤجر ملتزم بتسليم العين المؤجرة للمستأجر، والمستأجر بيكون ملتزم بدفع الأجرة للمؤجر. أو عقد العمل بيكون الموظف أو العامل ملتزم بأداء عمل معين لصالح صاحب العمل، وفي المقابل صاحب العمل بيكون ملزم بدفع الأجرة الشهرية أو المرتب للموظف أو العامل. تاني مصدر من مصادر الالتزام في القانون المدني وهي الإرادة المنفردة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن شخص لوحده بينشئ التزام على نفسه، شخص بيجبر نفسه بشيء، زي الوعد بجايزة. إن شخص مثلا يعمل مسابقة ويقول اللي هيكسب المسابقة هياخد مبلغ مالي، أو شخص ينزل مثلا إعلان ويقول اللي يلاقي الموبايل ده له مكافأة. فهنا الشخص ده ألزم نفسه بهذا العمل، محدش تاني ألزمه، بيكون ملزم بالإرادة المنفردة. وتالت مصدر وهو العمل غير المشروع، يعني أي فعل مخالف للقانون ويسبب ضرر للغير، بمعنى لازم يكون متوفر فيه الخطأ والضرر وعلاقة السببية، يعني مثلا زي الحادث أو جريمة السب والقذف أو إتلاف مال للغير، وهنا بيكون الشخص ملزم بالتعويض عن هذا الفعل. رابع مصدر وهو الإثراء بلا سبب، يعني مثلا واحد يغتني على حساب غيره من غير سبب قانوني، زي مثلا ان شخص يبني على ارض غيره بالغلط. هنا هو بنى بالغلط، لكن صاحب الارض استفاد من هذا البناء، فطالما استفاد يبقى عليه التزام انه يرد قيمة البناء ده للشخص اللي بناه حتى لو كان بالغلط. خامس مصدر وهو القانون. احيانا القانون نفسه هو اللي بينشئ الالتزام، يعني مثلا انه يلزم شخص بالنفقة او التزامات اسرية، او يلزمه ببعض الالتزامات الضريبية